البريك ابس، الانفصال، الفركشه، اللي انتوا عايزين تسموه. بعد ما بتقابل حد تحس انه مناسب، وبعدين بتحس انه انسب واحد، وبعدين تحس انه مفيش اي حد مناسب ليك في الدنيا غيره، وبعدين تقعد تتصور بقى كل حاجه، تتصور الوان الستاير في بيتكم ومكنه تقشير الكيوي وكل حاجه تقعد تتصور كل حاجه. المهم مش موضوعنا يعني، مش هنطول فيه. وبعدين تيجوا في الاخر وتسيبوا بعض. الفيديو ده يعني مش عايزه ابقى مرهفه قوي وكده، وفي نفس الوقت مش عايزه ان نسف ونستخف مش يعني هو الموضوع بجد، في ناس بجد بتعاني من الموضوع ده في حياتهم، وده بيشكل حيز كبير من الدراما في حياتهم، وحياتهم واقفه وحاجات كده. وفي نفس الوقت الفيديو ده برده مش للناس اللي هم سمر اللي في ثالثه اعدادي وفاروق اللي في اولى ثانوي وبيروحوا سيتي ويتكلموا على الواتس ده مش ليهم برده. انت مش مجروح يا فاروق خالص. بنعدي المرحله دي ازاي؟ عامة انا عامله يعني ده ريسيرش وحاجات كده للجامعه يعني، فقلت نستفيد كلنا. اول مرحله بنمر بيها، اول مرحله اللي هي بتبقى مرحله في البدايه كده، اسمها مرحله قشطه انا هنسى. هي اسمها مرحله قشطه انا هنسى. دي بتبقى في اللاوعي لسه، انت لسه مش مدرك قشطه انا هنسى، وبتبقى بتضحك وتخرج وتنزل عادي، مش مدرك لسه الموقف. بعدها بحوالي اسبوع 10 ايام تقريبا، ده المعدل الطبيعي، في ناس اكتر في ناس اقل. بعدها بتبدا مرحله ايه ده لحظه هي مش موجوده. هي لازم تقولها باندهاش كده، ايه ده لحظه هي مش موجوده. بعد المرحله دي ب 24 ساعه 72 ساعه تقريبا، مرحله ده كان وكان وده كان وكان. المرحله دي بقى هي دي بقى المرحله الصعبه، هي دي بقى المرحله اللي بيكمن فيها الانفصال. وتقعد كلها لينكات بقى، لينكات باماكن رحتوها، لينكات بالاغاني اللي كنتوا بتسمعوها، لينكات كلام متعودين عليه مع بعض. كل حاجه بتحصل كده قدامك تلينك بيه وتفتكر ان هو خلاص ما بقاش موجود. بنتصرف ازاي بقى؟ مفيش حاجه اسمها اكتئاب. الناس اللي بتقرر ان خلاص جالها اكتئاب، مفيش حاجه اسمها اكتئاب. انت بيبقى عندك هم ومشاكل، فيا اما بتختار ان انت تخش في الهم والمشاكل ده وتتصرف وتحلها، يا اما انت اللي بتختار يبقى عندك اكتئاب. الاكتئاب ده انت مثلا مش مرض، الاكتئاب ده انت ما نمتش مستهوي فجالك اكتئاب، ما بيجيش كده خالص، انت اللي بتختار يجيلك اكتئاب. طبعا دي مشكله نصيب، ما فيش نصيب، هتحلها ازاي دي؟ برضو ما تكتئبش. اول حاجه غير المكان اللي انت فيه، وامسح اختفي تماما. الاختفاء ده بيعمل حاجتين، هينسيك الموضوع. ما هو انت مثلا لو متعور هتقعد كل شويه تشيل اسمها ايه دي، تقعد تشيلها كده كل شويه تشوف خفت ولا لا، لازم تسيبها. ابعد خالص، امسح كل حاجه امسحها. انت لو بتقلب في موبايل كده وشفت اسم حد، ده هيفتح حاجه في مخك، هتفتكر حاجات كتير. امسح كل حاجه وابعد تماما عن الاماكن، عن كل حاجه بتفكرك بالشخص ده. كلم ناس انت ما كنتش، كلم ناس صحابك بقالك كتير ما كلمتهمش، اتكلم مع ناس، ما تقعدش لوحدك. انا قلتها مرتين ليه؟ المهم بلاش جو انا هبعد بس هطمن من بعيد لبعيد وتقعد كل شويه تراقب والكلام ده. لا، استودعه عند ربنا يعني، والله العظيم يعني خلاص ابعد عشان ده بيتعب اكتر، كل شويه تشوفه قدامك ده بيتعب. وبلاش اغاني كئيبه، يعني تامر عاشور ده ابعد عنه خالص، بجد ابعد عنه. امال ماهر امحيها من حياتك، حماقي قلل منه شويه بس. وفي الاخر تقتنع بحاجتين اتنين بس، واقتنعت بيه كله حاجتين، والله مش عارفه ليه. اقتنع بحاجتين اتنين بس. اول حاجه ان ربنا بيعمل لك الخير، والله العظيم ربنا بيعمل لنا كلنا الخير. انت مش عارف يا ابني، انت مش عارف والله، ربنا بيعمل لنا الخير. دي اول حاجه تقتنع بيها. تاني حاجه تقتنع بيها انه والله العظيم في عمر جاي، في جنه. لو ربنا ما كان نفسك في حاجه وما لقيتهاش في الدنيا، في جنه يعني اخرها قد ايه؟ 60 70 سنه. اصبر
وابقى اطلب اللي انت عايزه في الجنه. والله العظيم في عمر جاي، في عز الضلمه الضي. دي اشعاري لسه مالفاها دلوقتي من فضل ربي. المهم بس اقتناعك من جواك، انت اقتناعك من جواك هو اللي هيحل كل حاجه. اقتناعك من جواك هو اللي هيحل كل حاجه. السلام عليكم. لو عجبك الفيديو سبسكرايب من هنا، سبسكرايب، شوفوا بقيه الفيديوهات، ويا ريت تسيبوا لي تعليقاتكم او اي افكار لفيديوهات تانية.